في الهرشة السابعة نادين كانت أم جديدة، بس محدش قال لها إن الأمومة مش راحة، وإن الحب مش دايما بيجي أول ما بتشوف طفلك. تعبت مش قادرة خلاص، ولا يمنع التاني يصحى. أنا تعبت مش عارفة أعمل إيه. نظرات الناس كانت كلها فرحة، بس جواها كانت في عزلة، دموع من غير سبب، وإحساس تقيل إنها مش كفاية. كل يوم كانت بتحاول تبان قوية، لكن الحقيقة إنها كانت بتغرق في اكتئاب ما بعد الولادة. الاكتئاب ده مش ضعف ومش نكران للأمومة ولا إنك شاطرة، هو اضطراب حقيقي بيحصل لما الجسم والعقل والقلب يتعبوا في نفس الوقت. الهرمونات بتتشقلب، النوم بيقل، الضغط بيزيد. نادين ما كانتش محتاجة نصايح، بالعكس هي كانت محتاجة بس حد يسمعها من غير ما يحكم عليها، حد يقول لها طبيعي تحسي كده وانتي لسه أم كويسة، بس انتي محتاجة شوية تدريب. في العلاج النفسي دايما بنقول إن أول خطوة في التعافي هي الاعتراف إنك مش بخير دلوقتي، بس هتكون بخير بعدين، إنك مش لوحدك، وإن التعب ده مش دايم. الهرشة السابعة علمنا إن الأم مش بطلة خارقة، لكنها إنسانة بتتعب وتتعلم وبتقوم كل مرة من جديد. لو كل أم جديدة لقت اللي يحس بيها ويسمعها بصدق، كان الاكتئاب هيبقى مرحلة تعدي بسرعة، مش حفرة تغرق فيها.